3-0 للأهلي، 1-0 للزمالك، 1-1 لبيراميدز. هتفضل القمة مشتعلة، هيفضل مين هيحسم اللقب، مين هيتأهل لدوري الأبطال، ومين تاني هياخد سكة السلامة ويروح الكونفدرالية لآخر جولة في 20 مايو. مفيش فريق قرر يريح التاني. مساء الفل، عاملين ايه الأخبار؟ سهرة سعيدة، كل جمهور طالع مبسوط. جمهور الاهلي مبسوط باداء لاعيبته خاصه في الشوط الاول، وال3-0. جمهور الزمالك اكتر حاجه تهمه النتيجه، جاوا ال1-0. جمهور بيراميدز خلينا واقعيين، مفيش جمهور قوي، وبس برضه لو في حد بيشجعه متضايق من التعادل، بس هي لسه ما اتحسمتش. خلينا قبل برضه ما نتكلم على الانبساط، ان كل جمهور تحديدا بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك طالع زعلان، طالع قلقان. اصابه خوان بزيرة، وان هو لعب 20 دقيقه بس وطلع جاب للزمالك الهدف بصناعته ليه عدي الدباغ، وفرق في شكل الزمالك. بس الفكره كلها الزمالك قلقان على ماتش الكونفدراليه في الجزائر، واخر دقيقه في الماتش الناحيه الثانيه عند الاهلي، ورغم كل الغضب تجاه امام عاشور، ولكن اصابه امام عاشور ومسكانه لرجله تحديدا منطقه الركبه غالبا تقلق قوي، وتقلق جمهور مصر كله واحنا داخلين على كاس عالم. وان شاء الله تبقى اصابه بسيطه، حتى لو مش هيقدر يلعب الماتش الاخير في الدوري، بس على الاقل يبقى متواجد في كاس العالم. ايه اللي حصل في الماتش؟ خلينا نبدا بماتش الاهلي. كان الاكثر حماس، الاكثر اجوان. فاكرين زمان اما كنا بنتكلم على ان احدى اكبر مشاكل الاهلي انه بيلعب باتنين جناحين مفهومش ولا جناح فيهم مراوغ وصانع للعب من الارض. يعني زيزو مش جناح صانع من ناحيه ان هو يدي اسيستات على الارض، لكن هو يدي ماكينه عرضيات، ومش جناح انفرتر. يعني هو ما يقدرش يخترق ويرقص ويباصي مثلا. والناحيه الثانيه تريزيجيه برضه نفس الفكره، هو مش جناح كرييتور، مش بيصنع لعب خالص، وانما كل اداؤه هو يا اما هي انفرتر، بس انفرتر من نوعيه ان هو هيخش يبقى مهاجم تاني، او ان هو عايز يشوط من بره ار2 او شوطه طويله. فبناء عليه الاهلي الاجنحه بتاعته كلها بقت شبه بعض ومقيده، وما عندهاش اي نزعه ابداعيه على الاطلاق، وده بالذات في عدم وجود مهاجم. فبالتالي كل ادوار زيزو متحجمه، مش هيقدر يفيدك قوي. ومن الناحيه الثانيه لو في زحمه في منطقه الجزاء، تريزيجيه خلاص مش عارف يعمل حاجه. فكان الحل الوحيد بالنسبه لك والمنقذ في الحاله دي هو ان انت تلعب بمحمد علي بن رمضان وامام عاشور مع بعض. ما قدرتش تولفها، او تلعب بامام عاشور وانت ونصيبك بقى، امام رايق امام مش رايق، الوضع فيه ايه. وكنا دايما بنقول ان احنا محتاجين واحد ما بين بن شرقي وحسين الشحات في الملعب، ان في حاله وجود واحد منهم في الملعب هيخلق المساحه مع امام عاشور، وما يبقاش التحميل لوحده. فانت هتلعب بزيزو وبن شرقي او تريزيجيه جه وحسين الشحات، او زيزو وحسين الشحات، او حسين او تريزيجيه زيزو وبن شرقي. المهم، فكنت بتحاول تعدلها بانك تودي بن شرقي ناحيه اليمين على، فهو بن شرقي مش هيعرف ينفرت ويدخل ويرقص عشان هيعدل الكرة على ناحيه اليمين، عايز يرفع لان هو ايمن مش اشول، مش هيعرف يعدل الكرة على رجله الخارجيه الشمال ويرقص بيها. فانت ده العك اللي انت كنت عامله لنفسك من ساعه ما انت عدلت الموضوع بنزول حسين الشحات الملعب. اديك بتتفرج سواء في ماتش الزمالك والجون اللي جابه، سواء النهارده، والجون برضو اللي جابه الاول رائع، اروع من الروعه. وشوف كم كوره لحسين الشحات جت، كان ممكن يعملها ار2 ما لعبهاش ار2. وان شاء الله برضو يقوم بالسلامه وما تبقاش اصابه صعبه في الكتف، لان هو مش محظوظ لا هو ولا احمد رمضان بيكهام الصراحه. برضو قال لي من بعد ما خرج دفاعنا ضعف كتير كاهلي. بعد كده عندك النقطه الثانيه، ان انت بس ما عملتش كده، بس انت لعبت بن شرقي مهاجم ومهاجم حر، فبقى بيطلع يروح يمين يروح شمال، فزودت المساحه وزودت الاداء، وبالتالي بن شرقي برضه جاب جون. فانت اما لعبت لعيبه مختلفه المواصفات ومختلفه البروفايلات، عمل توازن في الملعب. انما هتلعب بنفس البروفايل في ظل تكتلات دفاعيه او قله مهاره عند لعيبتك، الدنيا كانت صعبه قوي. فده اللي فارق دلوقتي في شكل الاهلي ومخلي الاهلي يفوز مرتاح. ولو بصيت اول ما اتسحب حسين الشحات بين الشوطين الدنيا ضعفت شويه، اما طلع بن شرقي انت رجعت لنفس الارض بتاعك القديم تاني خالص، ولا كان حاجه حصلت.
فده اللي فرق فعلا مع الاهلي، سواء ماتش الزمالك او سواء الماتش ده النهارده قصاد. نروح على الزمالك. حاليا ترمومتر الزمالك هو خوان بيزيرا. خوان بيزيرا بيلعب وفي مستوى وحالته البدنيه كويسه، الزمالك بيفوز، الزمالك بيأدي. خلاص الانتفاضه بتاعت ناصر منسي راحت انتهت، وكتر خيره الصراحه يعني. برضه كلنا كنا عارفين وبنقول ان ناصر منسي الاسطوره وكل الكلام ده. هتقول لي يا اسلام انت كنت بتقول عليه ناصر منسي الاسطوره، والله واسطوره باللي عمله الى الان. ما زلت مقتنع انه ممكن عادي يتسمى دوري ناصر منسي بكتر الماتشات اللي كان بيحسمها للزمالك. بس خلاص انت بتتكلم عن لاعب كان بيأدي فوق طاقته مع بلس توفيق كبير، فده الانجاز. وقلنا انه مش هيقدر يكمل على كده، لان ده مش الكواليتي بتاعه، ده مش الطبيعي بتاعه. دي حاجه اوفر اشيفر، حاجه ظاهره هتطلع وبتنتهي. الظاهره لا تتكملش، الظاهره ليها وقت حدوث وبتنتهي. هو ده، وده اللي اكده برضه حسن شحاته وزعل منه جمهور الزمالك فنزل. انما خوان بيزيرا هي مهاره بيور، كده كده موجوده، كده كده هتفضل، كده كده هتنجح الزمالك. فشوط اول في الزمالك ما تلعبش فيه كوره اصلا، لغايه ما نزل خوان بيزيرا قدر يحرك الدنيا، يلعب الفريق. الزمالك لو خسر خوان بيزيرا في ماتش الكونفدراليه وماتش الدوري، الوضع بالنسبه له هيبقى صعب قوي، بالذات ماتش الدوري كمان قصاد سيراميكا، فالماتش مش سهل لان ما عندوش حد يعمل ده. فالكواليتي بيفرق، زي ما بنقول غالي ثمنه فيه. يعني خوان بيزيرا صفقه كلفت الزمالك تقريبا 2 مليون يورو، فهي مش صفقه رخيصه خالص. فده كواليتي، ده كواليتي، وده كواليتي اللي يدفع فيه الصراحه، ولسه صغير. فهي دي الفكره، وده خلاصه ماتش الزمالك. هو خلاصه ماتش الزمالك خوان بيزيرا وعدي الدباغ. راهن كجمهور الزمالك على عدي الدباغ اكتر من ناصر منسي كاستمراريه، انما انفجار ما حدش هيديك الانفجار اللي عمله ناصر منسي. اخيرا بيراميدز اتعادل، ونتيجته مش مؤثره قوي، لان هو كده كده كان منتظر تعثر من الزمالك، عشان هو لو اتساوى كان متساوي مع الزمالك في النقط، وبس فرق الاهداف في مواجهات مباشره في مصلحه الزمالك. بس كان ممكن يراهن ان الزمالك يتعادل قصاد سيراميكا، حتى الفرصه دي ضيعها على نفسه. عامه نتائج الماتشات دي ما غيرتش حاجه، غير ان احنا هنستنى الماتش الاخير، ولازم نستناه. إيه بيراميدز قلل حظوظه شويه على الدوري، لان ادى فرصه للزمالك ان هو يتعادل. الاهلي زود بيراميدز سهل عليه شويه، ان هو ممكن بس لو اتعادل قصاد سموحه ما عادش لازم يخسر، ان هو لسه عنده فرصه. يعني بيراميدز كان لازم اتليست يتعادل ماتش ويخسر، يتعادل ماتشين، او يخسر ماتش ويخسر، او يخسر الماتشين. فكان لازم ما يفوزش في الماتشين، فهو ادى الاهلي اول مره، فاضل الثانيه وزود العشم عند جمهور الاهلي. الاهلي كده كده ما زالت اكبر هم الاهلي هو مستني ماتش الزمالك. هل الزمالك هيقع ولا لا؟ لان ماتش الزمالك هو اسهل وقوع الزمالك هو اسهل طريق لضمان افريقيا للاهلي، وبعدين يشوف حوار الدوري ايه. فكان السنه الكرويه فيها تنشن شويه، بس اجلت كل حاجه وسابت الامور كلها في الملعب لغايه اخر لحظه، ولا اتخنها متعه بريمير ليج بيعملها الايجيبشن ليج دلوقتي. وليلتكم فل.